استخدمت الجل الصبار ده واستخدمت معاه الليب جلوس ده، كتكوتة خالص. مجرد بس انا عملت كده جل الصبار على الصابونة وعملت لي عجبي بالشكل ده. وطبعا انا عايزة اعمل ميكسات ما بين دول، بس ممكن استبعد اللي هو الجليتر ده، ممكن احطه في الاخر من فوق الفاونديشن. هجرب كده الفتحة دي مع الدرجة دي. واحط هنا يعني انا هرسم الكونتور اللي على مناخيري انا. بصي، لو انت متعرفيش تعملي كونتور للانف او المناخير، انت بتحطي على مناخيرك كلها وبعدين بتجيبي مثلا كونسيلر او هايلايتر وتحطي في النص وخلاص كده. انا مبحبش كميات كتير، بحط هنا عند الارنبه عشان ابرز الارنبه بتاعتي بالشكل ده كده. بحطها من هنا، مش بعمل الخطين دول، بحس ان مش حلوه، من كده احسن. تمام. هعمل بقى الكونتور بتاعي في مكانه بالشكل ده، وهحط الكونسيلر الفاونديشن بالشكل ده اهو. انا مش عايزه طبقه كبيره بالشكل ده كده. طبعا احنا هندمج كل ده في الاخر. بستخدم دايما اسمه ايه ده، مايت سينما. مش عايزه اخد كميه كبيره زي ما انتم شايفين. قاعده من الكونسيلر فاونديشن وزعتهم بنقطه حاجه بسيطه جدا. وهنا كل حته هنا كده. نثبت بقى كل حته. نسيت احط بلاشر، هبقى احط بلاشر بعدين. بصوا انا يعني بثبت في كل حته هنا، بس احنا عايزين يعني نعمل البيكنج، ف هرجع احط بيكنج تاني. هعمل الاي شادو، وممكن نعمل بيكنج برضو من هنا. هضم الفرشه كده، وما عندكيش فرشه رفيعه وتعملي في النص كده، وتحت العين على خفيف كده تعملي البيكنج برضو. طبعا انا حاطه كميه قليله برضو تحت العين، مش حاطه كميه كبيره. تمام. هاخد منها كده واحاول انفض منها شويه واحط هنا، عشان طبعا وايت سينما. وايت سينما عايزه اقول لكم ان هي بتلبك جامد. انا كنت عايزه استخدم في اللوك ده باليت بتاعت بريتسي وومن عشان ما بتاخدش وقت في الدمج وكده، بس معلش بقى هعمل اللي انا عملته في العين دي هعمله في العين دي بطريقه عشوائيه. يعني اللون ده كده هاخده. تمام. مش هاخد يعني، شايفين هو الدرجات اللي انا نقيها مش تقيله، مش ليها لون تقيل كده. هحتاج منها مثلا احط تاني، هاخد تاني برضو من نفس الدرجة وهحط من اول مثلا هنا كده وامشي بيها على الطرف كده كده كده، وهذا بالشكل ده كده. وهجيب الفرشة وادمج من فوق كده. الشمر ده لون كده على ذهبي، هتابه كده بالشكل ده. انا عايزاه لوك خفيف. هنشوف هنعمل ايه تاني.
عشان نحاول نبرز شكل العين ما يبقاش الوان فاتحه وبس، فاهمين؟ كاننا عاملين كات كريس بس باللون الشامر. اللون ده مش عارفه، او اللون ده بس انا عايزاه يبقى ميك اب خفيف عشان ممكن ينفع يتنزل بيه لو انت عامله حفله عيد ميلادك وعايز تنزلي بميك اب مثلا حلو كده يعني، مش عايزه حاجه تكون اوفر. فبصوا بقى انا هعمل ايه. انا بس هعمل من قدام وبس، مش همشي على بالي، بس اللي هو مثلا ايه عند نص العين وخلاص كده. جبت البقى بتاعت بريتي وومن، هاخد منها الدرجة اللي هي الغامقة دي. مش ده اللوك اللي كان في دماغي، بس طلع ده احلى كمان. هاخد من البالت دي تمام، هاخد الدرجة البني الغامقة دي وهي هرسم بيها ويك ايلاينر بالشكل ده، واعمله كده اهو، اعمل كده بكده. هكمل بقى معاكم. هستخدم معاكم بالت البلاشر دي من مايت سينما. البالت دي عندي من وقت كنت جايبها ب60 ولا كنت جايبها 65 جنيه، بعد كده لقيتها ب60، وبعد كده لقيتها بقى لما الدنيا لما غليت لقيتها بقى بتتباع بكام؟ لقيتها بتتباع ب140 جنيه، 140 جنيه. اللي هي درجة على بينك شوية دي، في اللون اللي هو كونتوري شوية ده، من دي مع دي تمام. نختار حاجة بسيطة جدا زي ما انتم شايفين. وهاخد من اللون البينك ده عند النوز هنا الطرف، بحب قوي كده. مايت سينما ده على اصفر دي، هي بتتكسر اساسا في العلبة واحدة واحدة يعني، مش بتتكسر مرة واحدة. اللون ده مع لوك برونزي تحفة. بايديا عند النص كده على عظمة المناخير، او هجيب درجة اغمق شوية جنبه ومش هثبت بيه. وانا هحط على حاجة الشفايف الروج ده بتاع مايت سينما اللي هو اكستريم مات ليب جلوس، مش هتلاقوه بجد، الا مع الناس اللي عندها منه ايام ما كان موجود، ممكن يكون خلصان. انا جايبه منها باليت للاسف، بس هي حلوه مش وحشه. هاخد نقطه على صبعي، لونها فاتح قوي. درجه ايه دي؟ درجه 201. عشان لو ممكن تلقوها. بصوا فاتحه ازاي. مسكرة من دي بتاعت مايت سينما، مكتوب عليها ان اللي هي درجة فاتحة كده، و همشي بيها تحت العين، هي مش باينة قوي عشان هي فاتحة جدا. نعملها نطاق واسع شوية بس كده بالشكل ده. وبس كده، ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم. متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب لو عجبكم الفيديو، وكمان تحطولي لايك ماشي، وكمان تعملوا فولو على انستجرام عشان هسيب لكم اللينك تحت في الديسكريبشن بوكس وفي اول كومنت مثبت ان شاء الله، يا رب افتكر.
وبس كده. اشوفكم فيديو جديد على خير. مع السلامة.